في هذا الفيديو غنردو فيلم على شكل قصة ممتعة، كونسيبت جديد في تلخيص الافلام. نتمنى يعجبكم وما تنساوش لايك والسبسكرايب. نبداو على بركة الله. كيقولوا الا بغيتي تعيش السعادة الحقيقية خاصك ترجع للطفولة، فين الدماغ كيكون خاوي من اي حاجة تقدر تبرزك في هذه الحياة. ولكن في الحالة ديالي انا لا، داكشي اللي عشتو في صغري يقدر يخليك في اي عمر تطلب الموت على تعيش في هذا الجحيم. قصة حقيقية، وإلا بغيتي تجرب شوية من الإحساس اللي دزت منه كمل الفيديو. واحد النهار الأم ديالي غتدخل للدار في حالة ماشي هي هاديك. قالت لي ولدي اسمعني مزيان، بقت له الجنود وما بغيتكش تموت بحاله. غتلبس حوايجك وأي طريق شفتي فيها الناس بالسلاح هرب منها. وفي اللحظة اللي خرجتني من السرجم غتكون آخر لحظة غتعيشها فيها. شفت دارنا كتحرق قبلت عيني، ما كان عندي ما ندير من غير نشد الطريق اللي قالت لي ماما. ودابا حاليا انا بوحدي. اول ليله ما عرفتش كيفاش دازت من غير احساس الجوع والخوف اللي ما بغاش يفارقني، وكل ما كنشوف شي جنود قرابين مني كنتخبى. بقيت على هاد الحال كنكابر حتى جات الليله الثانيه، فين اول مره غنحط شي حاجه في كرشي، واللي كانت هي التوت البري. وانا كنحاول نشد الجوع حتى غطيح قدامي قنبوله. حسيت باحساس د الموت، داتي كامله ولات متقوبه بالحجر، وكل ما كنحاول نبعد على البلاصه ديال الخطر كل ما كنسمع الصوت ديال التقنبيل. ولكن انا ما كنخافش، لحقاش الوالد قال لي اي حاجه خفتي منها غتزيد طغى عليك. في داك الوقيته شدني النعاس بقوه الارهاق، فاختاريت بليصه قدام الشجر، منها نتحمى من البرد ومنها ما يشوفونيش الجنود. ولكن القدر مكتب عليا طريق اخرى. جوج ديال الكشافات الحرب غيلمحوني وانا ناعس، وتما غيقدموني للقائد ديالهم كرهينه. ولحسن الحظ انهم من الشعب ديالي، واول ما شافوني غادي يتعلقوا بيا. كل واحد كيحاول يضحكني ولا يواسيني، لدرجه انهم نساو باللي في الحرب. قدموا لي الماكله وبدات بيناتنا المحادثه. واخا كنت صغير قدرت نوصلهم بعض المعلومات اللي غيحتاجوا، من بينهم الاسم ديالي وعائلتي. ومن بعد قدموني للمعسكر الطبي، وتما اول مره غنشوف المعاناه ديال الجنود من بعد الحرب. كل واحد مجبد في الباياس، وعلى الاقل تلقاه طايره له شي عضو من الجسم ديالو. جات لعندي الممرضه وبدات كتداوي لي الجروح اللي عندي، وصراحه كانت حنينه معايا. بدات كتلعب معايا كطفل مع الام ديالو، وكنت غنطير بالفرحه. وتما قلت لها انا باغي نحارب ويكون عندي السلاح ونقتل به الناس اللي قتلوا لي والديا. الهضره كتخرج مني بلا مشاعر، ولكن اللي كيسمعها كتشدو الحسره عليا. وفي داك الوقيته غيجي القائد اللي تقدمت له، وكان باينه مشتاق ليا. شاف الوضع ديالي كيفاش داير وهضر معايا شويه، وعرفت منه باللي باغي يصيفطني لدار الايتام في بلاصه امينه. انا واخا صغير ما بغيتش نمشي. الفكره ديال جندي محارب دخلت لي في راسي، اكثريه مني شفت الرجال كيفاش كيتقاتلوا وكيفاش كيتعاملوا معايا. حتى انا بغيت نولي بحاله، ولكن القرار ديال القائد لا يعلى عليه. واخا كانت محاوله من الجنود نفسهم انهم يضحيو باش يحميو لي الا بقيت هنا، وباللي ولفوا بيا كواحد منهم، واخا هكاك القرار هو القرار. حتى غتجي جمع على غفله والجنود بالفعل غيبينوا باللي قادرين يحميوني. هنا القائد في اللحظه اللي جاي يسلمني باش يديوني لدار الايتام غيعطيني كادو، كان عباره على مسدس ديال الخشب. تما قدرت نبين له الحب ديالي ليه، وباللي ما قادرش نعيش مع شي واحد يقدر يحميني اكثر منه. صراحه قدرت نلعب له على المشاعر اللي خلاه في داك اللحظه يطلب مني باش نولي ولده ونعيش معاه حياتي كامله. القدر بدا كيضحك لي، والجنود من بعد ما عرفوا باللي غنبقى معاهم قرروا يصوبوا لي لبسه على قدي. انا اول ما شفتها كنت غنحماق بالفرحه، وكنظن اي واحد صغير كان الحلم ديالو يكون بوليسي ويلبس الزي ديالهم الرسمي. في داك النهار خرجت للمعسكر وبديت كنلعب، وكل ما كيشوفوني الجنود كيضحكوا معايا، وليت انا هو الطاقه الايجابيه ديالهم. ولكن في داك اللحظه غيتم القصف علينا. كل شي بدا كيقاوم باش يحمي راسو، واي جندي فيه النفس على بلادو بدا كيحارب. الحمد لله انا ما تقاصيتش، ولكن حسيت بالمسؤوليه وخاصني ندير شي حاجه. وهنا وهي طاح عليا فكره ديال نشرب الجنود المعطوبين ونحاول نعاونهم باي حاجه. وبالفعل بديت كندور عليهم واحد بواحد حتى واحد منهم يطلب مني نقرا رساله. وبطبيعه الحال انا ما كنعرفش نقرا، فبديت كنخربق عليه وباللي بقرتكم كتسول عليك وتوحشاتك وعائلتك كلها بخير. وهنا المعسكر يتقلب من ألم وبكى لكل شي كيضحك عليا. بداو كيعطيوني رسائلهم نقراها باش غير نساو الحريق، وتما عرفت راسي وليت جندي.
لدرجة وليت كنطبق البروتوكول ديالهم بالحرف. وعطاني الاب ديالي جديد مهمة، وهي نفرق الرسائل على الجنود، واي واحد بغى الرسالة ديالو خاصو يشطح لي عاد نعطيها له. استمريت في الخدمة ديالي، وواحد النهار غنكون في الغابة وبالمنظار غنشوف رجل في وسطكم هاد القش. قصت واحد من الكشافة وقلت له شنو كاين، وملي مشينا للبلاصة غنتصدموا باللي كانوا جواسيس ديال الألمان، وكانت عندهم قنبلة مؤقتة بمعنى باغيين يشتتونا من هذا المعسكر. ولكن جاب الله كاين انا، ومور هذا الموقف بالفعل ولاو كيحسبوني بحال شي جندي. كنت في وسط الحرب، وبحكم اني قصير وليت مسؤول على الذخيرة ديال القرطاس. ماتت الكبدة من جهة الموت، وفي داك الوقيته غنسمع باللي الاتصال تقطع، والسبب ديالو هو السلوكات تقطعوا في الحرب. وبدون علم اي واحد دخلت في وسط القتال وقصت البلاصه فين كاين الاعطاب. خديت التعليمات من عند جندي كيحتضر، وقدرت نوصل الاتصال عاوتاني. كان مطلوب من الجنود في داك الوقيته يخرجوا من المعسكر، وبالفعل شدينا طريقنا لعند القائد الاكبر. وكل ما كندوز من شي قريه كيستغربوا باللي كاين شي جندي قدي. وليت مشهور في الشعب ديالنا كاصغر مقاتل داز في التاريخ. ومن بعد مساله الحرب بقات المكانه ديالي في المعسكر حتى وليت راجل. وهذه هي القصه ديال الجندي الصغير. حد لهنا غيكون تسالى الفيلم. نتمنى يعجبكم وتسناو ما احسن. بيس.